تمارا بتقول لي رايك في الفتره اللي جايه من ناحيه ايه؟ طيب يعني رايك في الفتره اللي جايه من ناحيه ايه بالظبط؟ في تغيرات بتحصل في الاقتصاد عموما حاليا واسعار الدولار. اقتصاد البلد رايح لحته يعني جميله جدا وحته عظيمه جدا ما كناش هنوصلها قبل كده. وبصراحه انا شايف في تطور بيحصل كبير قوي في مصر، وعايزين نفصل ما بين التطور اللي بيحصل اقتصاديا تمام وما بين غلاء الاسعار وغلاء المعيشه. يعني نفهم بس الكلام يا جماعه، احنا دلوقتي بنتكلم كلام عملي وكلام علمي من راجل بيحلل السوق تمام. انا راجل دلوقتي شايف ان في مصانع بتتعمل، في منتجعات سياحيه، في شغل بيتعمل في مصر هينقل مصر نقله كبيره جدا جدا. ضريبه النقله دي والتطور دي احنا بندفعها دلوقتي من غلاء الاسعار وارتفاع سعر المعيشه. عشان بس نبقوا فاهمين، في جيل لازم يدفع الثمن، لازم احنا نستوعب ده. التغيير للافضل مش بيبقى بالسهل. فانا شايف ان مصر رايحه بصراحه لمنطقه كويسه جدا ما كانتش موجوده قبل كده. فانا شايف ان الفرصه الحاليه اللي احنا فيها دلوقتي دي، لما انت تبقى شايف مثلا قدامك على النظره البعيده ان دلوقتي في مثلا مصانع بتتبنى، في سياحه بتتطور، في تسويق للسياحه، في شغل بيتعمل في بلدك، فاذا البلد رايحه في حته افضل. فانت تستغل ده النهارده بانك تبتدي تعمل مشاريع تخدم على اللي الدوله بتشتغل عليه. انت فاهم قصدي ايه؟ تبتدي من النهارده تعمل مشاريع تخدم على رؤيه الدوله وعلى اللي هي بتعمل عليه، عشان لما الدوله تقوم على رجليها وتكبر انت كمان تكبر معاها. هديكم مثال بسيط يوضح اللي انا عايز اقوله باختصار. من حوالي 5 سنين انا اتعرض عليا اشتري شقه في مكان معين في اسكندريه. المكان ده انت لو رحته كمكان تمام، كمنطقه ومكان كده وشفته، هتحس ان المكان ده انت مش هتدفع فيه فلوس وتشتري فيه شقه تعيش فيه تمام. انا وانا رايح المكان دوت عشان اشوف الشقه ديت كنت ببص على المكان ده من بره، وايه الحاجات اللي بتتبنى حواليه من بره من الطريق من بعيد، مثلا حوالي مثلا ايه 40 50 متر كده. فبشوف فيه كومباوندات بتتبنى وايه الخدمات اللي موجوده والطريق فبشوف المكان بشكل عام. فببص على المكان ده هيبقى فين كمان 3 4 سنين قدام. فلما بصيت حواليا لقيت فيه كومباوندات بتتبنى على المدى البعيد، فقدامي 3 4 سنين كمان الكومباوندات دي لما تطلع وتكبر سعر العقارات في المنطقه دي هتعلى، الخدمات هتزداد، الطرق هنا هتتسفلت، فالمنطقه دي مش هتفضل زي ما هي. فالنهارده انا لو اشتريت الشقه دي بالسعر الرخيص دوت، انا عارف ان انا كمان 3 4 سنين او 5 سنين لما الخدمات دي تطلع ولما الكومباوندات اللي حواليا دي تطلع كلها، سعر الشقه بتاعتي هيتضاعف. بالفعل ده اللي حصل النهارده. الناس اللي اشترت الشقه دي من 5 سنين تمام ب 140,000 جنيه او ب 120,000 جنيه، النهارده سعر الشقه متشطبه معدي ال 600,000 جنيه بعد 5 سنين، ولسه هيزيد اكتر من كده. فاهمين حاجه؟ فكذلك قيس ده على الدوله. النهارده الدوله بتتجه في اتجاه معين في ان هي عايزه توطن الصناعه وتوطين الصناعه والصناعه المحليه. فاذا دي فرصه عظيمه جدا ان حضرتك النهارده تبتدي تنتج منتجات محليه حتى لو على قدك، مش لازم تعمل مصنع كبير. لو قدرت تعمل مصنع كبير تصنع منتجات احنا بنستوردها من بره بكميات كبيره، ابتدي في ده النهارده. صدقني كمان 3 4 سنين انت هتبقى في حته ثانيه. برضه هتقول لي المشاريع الخدميه. النهارده مثلا مصر بتتجه ان هي بتطور وتحسن السياحه وبتروج للسياحه بشكل كبير جدا. ابتدي اشتغل في الخدمات والمشاريع الخدميه اللي بتخدم السياحه والسياح. وقلت قبل كده من ضمنها بعيدا عن طبعا الاكشاك والحاجات الصغيره اللي احنا ممكن نبيع فيها المنتجات المصريه الجميله او المنتجات البدويه والحاجات اللي هي السياح بيحبوها، ممكن نشتغل على مستوى اعلى، مثلا ان احنا نشتري وحدات فندقيه او نشتري مثلا شقق قريبه من مناطق سياحيه، وبعد كده نبتدي ان احنا نوضبها ونفرشها ونأجرها كوحدات فندقيه. لما السياح يجوا من بره مصر نبتدي نأجرها. ممكن نخش على ابلكيشن اير بي ام بي ونأجر عليه الوحدات دي. فالاستثمار الفندقي هو المستقبل دلوقتي في مصر، مش بس في مصر كمان في السعوديه ودول الخليج. فدي حاجات انت لازم تكون مستوعبها، ما تبصش تحت رجليك دايما. النهارده انت لما بتبتدي في حاجه النهارده انت بتبتدي في حاجه وعندك رؤيه لقدام، شايف الطريق رايح لفين، فبناء عليه انت بتبتدي تخش في مجال معين النهارده علشان بعدين تبقى في حته ثانيه.